تحية طيبة أيها الأوفياء أينما كنتم. إطلالة جديدة. موضوع اليوم هو الصراع المحتدم على تنظيم كأس الأمم الأفريقية التي لحد الساعة 2025 طبعا، التي لم نتعرف حتى على أبرز المرشحين لاستضافتها، لأن البعض يعتقد أن الأمر حكرا عليه وبإمكانه فقط هو من يترشح وهو من ينتخب وهو من يتم التصويت عليه، يلغي كل الدول الأفريقية التي تدور في مدار هذه القارة السمراء، وكأن لا صوت لها ولا إمكانيات لها ولا رغبة لها حتى في تنظيم حدث قاري من حجم كأس الأمم الأفريقية. على العموم، هذه القصة بدأت والكل يعلم بعد مجموعة من الزيارات التفقدية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى غينيا، التي وجدت بأنها غير مستعدة من كل النواحي، على مستوى البنى التحتية، على مستوى أمور كثيرة جدا. البلد غير مستعد لاحتضان هذا الحدث الرياضي القاري الهام، وبالتالي عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب والتعجيل بها أدى إلى سحب تنظيم الكأس القارية من غينيا. ولنعد ونفسر هذه التنظيمات التي أعطيت بالجملة في عهد السيد عيسى حياته، وسأعود بعد ذلك لفيديو للأشقاء في الجزائر وكيف يتحدثون ويفسرون وفقا لوجهة نظرهم الخاصة. بالفعل كانت كأس أفريقيا عبارة عن كعكة توزع لمرادات هذا العضو في اللجنة التنفيذية وذاك في فترة عيسى حياته، فوجدنا أن دولة كغينيا الاستوائية تنظم الكأس مرتين، مثلا 2012 مع الغابون مناصفة، و2015 منفردة بعد أن طلب المغرب التأجيل ولم يتم قبوله من طرف عيسى حياته، الذي كان يتلهف لمداخيل كأس الأمم الأفريقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خزينة الكاف التي كانت شبه مفلسة. لماذا المغرب يريد التنظيم؟ بل أكثر من ذلك، لماذا المغرب هو من سينظم كأس الأمم الأفريقية 2025؟ ونتحدث بثقة مطلقة، ونتحدث أيضا باطلاع واسع على أن المغرب هو من سينظم كأس الأمم الأفريقية وليست الجزائر، وسنحاول توضيح ذلك وإعطاء الأسباب والمسببات. المغرب أيها الأعزاء، أتذكر كنا قد رحلنا إبان فترة كان فيها علي الفاس الفهري هو رئيس الجامعة، منصف بالخياط هو وزير الشباب والرياضة. كان هناك اجتماع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كونغري الكاف في لومومباشي، وعلى هامش هذا الاجتماع سيتم إعطاء الدول التي ستنظم كأس الأمم الأفريقية 2013 و2015. فمشينا ملف مغربي محكم. المغرب ترشح لكأس العالم، ماشي غير كأس أفريقيا، ما غاديش يحير بكأس أفريقية بكل بساطة بالدارجة كنقولوها. فكانت آنذاك الملاعب الجيل الجديد قد خرجت للوجود، بدأت تستقبل المباريات على غرار ملعب مراكش الجديد ولا الكبير، قولوا ما تشاءون، ملعب إضرار في أكادير، وملعب طنجة الكبير بن بطوطة في طنجة. فكان هناك مشروع ضخم جدا لملعب يتسع ل 80,000 متفرج في الدار البيضاء، جوهرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكن للأسف تم تأجيل المشروع بالنظر إلى أنه الرهانات الخاصة بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى ما كانتش كتشمل كأس العالم. خسرنا السباق على كأس العالم 2010 مع جنوب أفريقيا. فالمغرب كان مستعد. حدثت بعض الأمور في اجتماع الاتحاد الأفريقي، أعطيت كأس الأمم الأفريقية التي كان يرغب بها المغرب 2013 أعطيت لجنوب أفريقيا، و2015 تم منحها للمملكة المغربية. تعرفون قصة 2015؟ المغرب طالب بالتأجيل فقط، ولكن لم يتم قبول هذا الطلب من طرف عيسى حياته، والمحكمة الرياضية أنصفت المملكة المغربية ولم تكن هناك غرامات، وكانوا يودون إبعادنا لنسختين متتاليتين. عاقبوا المغرب بإبعادها عن نسخة 2015 التي كانت في غينيا الاستوائية في مالابو وباتا، وأرادوا معاقبة المغرب لنسخة 2017 وتعديها ل 2019. المغرب استأنف القرار وشارك في كأس الغابون 2017 وما بعد ذلك في كأس مصر 2019. في ما بعد كأس أفريقيا في مصر 2019 كان جدل حول تنظيم الكاميرون للكأس القارية، حول استعدادات الكاميرون التي فيها بعض المشاكل، ملاعب لم تكتمل، مقرات إقامة، أمور لوجستيكية. كان هناك مجموعة من الملاحظات على الملف الكاميروني.
خير المغرب حينها أن ينظم الكأس بدلا من الكاميرون، ولكن المغرب كان يريد دعم الكاميرون في تنظيم كأس الأمم الأفريقية آنذاك، ووقف إلى جانب الكاميرون وأعرب عن استعداده لمساعدة الكاميرون، واسألوا عن ذلك صامويل إيتو، وبالفعل نظمت الكاميرون الكأس القاري. ماذا يبقى في أذهان الأشقاء الأفارقة في اللجنة التنفيذية أو حتى رئيس الاتحاد موتسيبي؟ أن المملكة المغربية لم تنظم كأس الأمم الأفريقية ظلما وزورا وبهتانا وعدوانا عليها 2015 في عهد كانت فيه مصالح عيسى حياته تحكم دون أي اعتبار للمصالح الخاصة بالكرة الأفريقية. أن المغرب كان مستعدا لتعويض الكاميرون إن لم تستطع هذه الدولة تنظيم كأس الأمم الأفريقية، ولكنه ساعد بطريقة أو بأخرى من أجل أن تنظم هناك في الكاميرون. وأن المغرب من بين الدول التي إن اقتضت الحاجة أن تشرف الكرة الأفريقية والقارة الأفريقية بكؤوس قارية، بنهائيات لدوري الأبطال، لكأس الكاف، للسوبر، إلى غير ذلك، بمؤتمرات حتى لضخ دماء جديدة في الكرة الأفريقية وبناء تصور واضح من أجل رفعة أفريقيا في عالم كرة القدم، نجد أن المملكة المغربية قادرة بكفاءات إدارية وتنظيمية ومرافق إلى غير ذلك لتنظيم هذا الحدث. ومن غدا يعني تولي غدا هي مثلا يناير ولا يونيو 2025 المغرب قادر أن ينظم، أن يستقبل الوفود، أن يقدم كل الإمكانيات التي يمكن أن تقدم للعالم كأس قارية أفريقية محترمة ومحترمة جدا، ولا نقول ذلك اعتباطا. زرنا جل دول القارة الأفريقية الأكثر تقدما والأكثر تخلفا ونعرف ما نقول، وبأن الإمكانيات المتاحة اليوم لدى المملكة المغربية تؤهلها لتقديم عرس قاري أكثر من رائع. لنذهب إلى الجارة الجزائر التي بدأت، يعني ليست المنابر الجزائرية فقط، ولكن انتقلت تلك الأصوات التي تتحدث عن أن الجزائر ضمنت تنظيم كأس الأمم الأفريقية، انتقلت إلى منابر صحفية أخرى منها ما هو عربي وأفريقي إلى غير ذلك، على أن الأمور مضمونة 100%، أن الجزائر هي من ستنظم فقط لأن موتسيبي في قرعة الشان كأس أفريقيا اللاعبين المحليين التقى الرئيس عبد المجيد تبون تم وضع طلب رسميا للترشح لاحتضان كأس الأمم الأفريقية 2025، وبالتالي فإن الجزائر هي من ستنظم. نشاهد بعض الزملاء في أحد الاستوديوهات وهم يتحدثون عن سيرورة تنظيم كأس الأمم الأفريقية، زمن حياته وما سيحدث الآن. معلومات هذو موثوقة وخرجت من قلب الكاف. كشفوا الناس من الداخل المسؤولين، قالوا باللي في الصائفة هذه جويي كانت عندهم قناعة المسؤولين تاع الكاف باللي الغيني كوناكري ما تنظمش، ولكن ما صرحوش بها. واش داروا؟ بعثوا لهم كوميسيون دانسبيكسيون حتى تشوف تما تفقد. هما عطاو لهم لورغانيزاسيون هذه لاغيني في 2014 في وقت عيسى حياته، وكان معاه البرادر تاعو كابيلي تاع غيني، كان كابيلي هذاك الجنرال تاع الارمي الغينية، هو البرادر تاع عيسى حياته. عطالو هدايا باش يكافيه لا فيديليتي تاعو، الوفاء تاعو، صح. عطاها له في 2014 بدون ملف ترشح. ما عيسى حياته كان رايح دار البير نويل دي مد لي كادو. الكادو الاول مدوا بيان سور لبلادو، دارهم كادو لان الكاميرون من 72 ما نظمتش، وعيسى حياته جا في 88 ولكن ولا مره الكاميرون نظم كاس افريقيا للامم. قادرين على شقاهم، هما لا كوب دافريك ما ينظموهاش، يربحوها. كانوا يخرجوا برا اللاعبين تاعهم المنتخب تاعهم، عندهم جيل ذهبي انا. ولا لا دوزيام ريكومبونس الثانيه عطاها الكوت ديفوار. لان كان عنده مشكل كبير مع جاكانوما. نهار كان حب يترشح، وعيسى حياته كان يحب يغلق عليه الطريق، وصاب واحد الماده اسمها نكتفي بهذا القدر. يعني وضعوا تفسير على أنه يشير أن مصالح عيسى حياته وصداقاته وولاءاته التي كانت داخل الاتحاد الأفريقي هي من جعلته يختار هذه الدولة ويحرم تلك من تنظيم كأس الأمم الأفريقية.
بعيداً عن الماضي، ماضي عيسى حياته، نعود للحاضر. في الحاضر للأسف الأشقاء في الجزائر يعتقدون أنهم يعني لديهم اتحاد قوي جداً لا يقهر. لديهم رئيس اتحاد جهاد فيزيف أو على ما أعتقد، ما أعرفش لفظت الاسم صح، اللي خلف مجموعة 3 رؤساء في فترة زطشي، ومن بعده رئيس آخر ثم يأتي رئيس آخر. يعني كان هناك تخبط صراحة بعد ذهاب الحاج محمد روراوا. يعتقدون بأنهم أقوياء، يعني مجرد أن متسيبي زار الجزائر في أكثر من مناسبة، 3 زيارات على ما أعتقد متعينة، أن اليوم أصبحت الجزائر بالفعل محطة هامة جدا من محطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبأنه بمجرد أن تتقدم الجزائر لاحتضان كأس الأفريقية انسحاب أيها الأشقاء. الكل سيغادر، الكل سيترك المجال للجزائر من أجل أن تحتضن الكأس دون منافسة تذكر، دون رغبة قد تكون تونسية، دون ربما طموح مغربي، دون كذا دون كذا دون كذا. فإلغاء الآخر هذا أمر وارد. ولكن قبل أن نأتي لماذا المغرب ستحتضن كأس الأفريقية، وأقول ستحتضن كأس الأفريقية 2025 وليست فقط ستترشح لها، قبل ذلك هناك نخبة جديدة داخل الاتحاد الأفريقي. مسألة أن الرباط وأحمد واليوم موتسيبي، وأنتم تعلمون خلفية موتسيبي، رجل أعمال جنوب أفريقي، لديه من عائلته من هم منخرطون في السياسة، تعلمون العلاقات الجنوب أفريقية المغربية، لا نحتاج لتذكيركم لأن الأشقاء في الجزائر يعلمون الحساسيات ما بين جوهانسبورغ والرباط، وهي على مدى سنوات. وفي قضية مركزية المغاربة لا ما سمحناش حتى في الزليج باش نسمحوا في ذرة من تراب الصحراء المغربية. وعلى الذكر الزليج يعني ها هي أديداس اعتذرت، ليس كما يقول البعض بأنها لم تعتذر، لا اعتذرت، طأطأت الرأس بكل ما تحمل كلمة، مع أننا شركة عالمية لا تستطيع أن تسرق التاريخ، سيسجل في تاريخها، ولديها تاريخ ولديها زبائن ولديها أمور كثيرة جدا. بالتالي تراجعت وعبرت عن احترامها لهذا الموروث المادي في تاريخ الحضارة المغربية الضاربة في جذورها في تاريخ الإنسانية جمعاء، مش غير المنطقة الأفريقية ولا شمال أفريقيا. ما علينا. قلنا بأن إلغاء الآخر لا يؤتي أكله مع الاتحاد الأفريقي. هناك نخب جديدة، هناك فيفا تراقب، تريد أن تبرز القارة الأفريقية قدراتها من أجل ما هو أفضل، يوما ما تنظيم كأس العالم. فإن بقينا بتوزيع يعني هدايا لهذا أو ذاك سيبقى وجه القارة الأفريقية شاحبا، وهناك مشاكل كثيرة تحدث في مجموعة من المسابقات. للأسف أشقائنا في الجزائر نسوا أو تناسوا أنه ليس ببعيد نظمتم ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، احتجزتم صحافة معروفة لديها بطاقات الاعتماد وغطت أحداث في الجزائر وغيرها من الدول فقط لتسييس الرياضة، وأعدتموهم إلى أرض وطنهم دون أن يقوموا بتغطية هذه الأحداث، فقط لتسييس الرياضة، فقط لإيذاء المغرب. قمتم بقطع نشيد وطني، بعدها مباراة للشبان للبراعم للأطفال، قل ما تشاء، تتحول إلى معركة داخل الميدان. وكتبت الصحافة العالمية وقالت ما قالته حول هذا الحدث نظرا لضغط إعلامي وتسييس لمباراة في كرة القدم في نهائي ما بين الجزائر وفتيان المغرب. أتعتقدون أن كل هذه الأمور ممكن أن تحدث وبعدها بأسبوع بشهر بشهرين؟ لا، اطوي الملف، انتهى الكلام، انتهى الحديث في ذلك، وسنعود تلك البلد الذي سيقدم صورة مشرقة للكرة الأفريقية والعالمية. ما يمكنش، يستحيل. قدمتم صورة خادشة حول كرة قدم أفريقية ويريد لها الأفارقة أن تتطور، ولكنكم تعيدونها للوراء. بناكم التحتية عليها أكثر من علامة استفهام. حتى اليوم ملاحظات على ملعب عنابة وغيرها التي ستحتضن الشان ليس ببعيد بعد أشهر قليلة. الاستعداد اللوجستيكي أمنيا، وسائل تنقل ومواصلات إلى غير ذلك لا زال فيها أكثر من علامة استفهام. أيضا الفنادق التي ممكن أن تحتضن هذا الحدث تطرح أكثر من علامة استفهام. فقلنا مجموعة من التراكمات في تنظيم عدد قليل جدا من التظاهرات التي أريد لها أن تبرز الدبلوماسية الجزائرية الجديدة في عهد عبد المجيد تبون أنها دبلوماسية في السياسة عبر جمع فصائل فلسطينية في اتفاق ذاب حبره وذهب قبل أن يصلوا إلى غزة والضفة الغربية، ثم تأتون إلى لعب دور أكثر ربما جرأة في ملف أثيوبيا، ثم تريدون عقد قمة عربية، قمة لم الشمل كما يقول أبو الغيط من الجزائر العاصمة،
وتلعبون على بعض الأحداث الأخرى التي فيها القوة الناعمة كالرياضة. ولكن الأفارقة اليوم لديهم عقل، يستطيعون التفكير بشكل جيد ويعرفون ماذا يريدون، أي مستقبل للكرة الأفريقية، وبالتالي يضعون ثقتهم في من سيقدم عرس أفريقي حقيقي دون أي تسييس، دون بحث عن انتصارات وهمية عبر بوابة كرة القدم. فعليكم أن تأخذوا هذه الأمور بعين الاعتبار. لماذا المغرب؟ قلنا بأن هناك تجارب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع موتسيبي، قبل موتسيبي، بعد موتسيبي، ستكون على أن المغرب جاهز حاضر لاستضاف حدث أكبر حتى من كأس الأمم الأفريقية. لدينا ملاعب جاهزة بأي عدد يريد الاتحاد الأفريقي. شروط الاتحاد الأفريقي ملبات حتى منذ سنة 2012 أو 13 كان بالإمكان أن ينظم المغرب كأس الأمم الأفريقي، ملبات بشكل كامل، ومن الآن لا نحتاج لا إلى أي تحسينات أو تعديلات إلى غير ذلك. والدليل مجموعة من الأحداث من هالشان نظمت في يعني على غفلة من الجميع، وكان المغرب جاهز دون أي تردد ولا ارتباك حتى في عملية التنظيم. فنحن جاهزون، والسباق حسم حتى قبل أن يبدأ، والمغرب هو من سينظم كأس الأمم الأفريقية 2025. ومقالات عربي بوست أو غيرها يعني وبعض الأصوات التي تنقل صور لملعب، شاهدوا ملعب أكادير الذي سيحتضن كأس الأمم الأفريقية بطريقة مبتذلة. للأسف نحن يعني نحاول الابتعاد نوعا ما عن مسألة الفعل ورد الفعل، ولكن تجبروننا على ذلك حين نشاهد بعض التفاهات التي يتم الترويج لها، نشاهد بعض الإساءات التي لا منطق فيها، نشاهد أيضا بعض الاتهامات، ونشاهد أيضا ترويج لإشاعات على أن تتحول إلى حقائق في المستقبل القريب. لا، خاصة إذا كان هناك مصلحة المغرب، فالمغرب بالنسبة لي مصلحته تعلو ولا يعلى عليها مهما كان الطرف الآخر. هذه هي الرسالة. خلينا نشوف بعض العقلاء في عالمنا العربي كيف ينظرون إلى هذه الكأس وماذا يقولون عن المملكة المغربية. لم أختار كثر، اخترت لكم غير الكابتن أحمد شوبير، الإعلامي وحارس مرمى المنتخب المصري السابق المنتخب. بالمناسبة امبارح بعد سحب بطولة افريقيا من غينيا بدأ التقدم لطلبات التنظيم يعني. فلقيت واحد باعت لي بيقول لي مصر مش هتقدم ولا ايه؟ مصر كانت منظمة 2019 يعني من 3-4 سنين، وفي دول شقيقة زي المغرب وزي الجزائر وزي غيرها بقالها يجي 30 سنة ما قدمتش يعني. وحضرتك مفكر انه تنظيم بطولة افريقيا ده مثلا زي كاس مصر او حاجة نقدم ناخده؟ لا، صعب يعني. فالمغرب سيتقدم رسميا، والمغرب مؤهل ومهيأ ومستعد الحقيقة، وعنده كل البنية التحتية للفوز بمثل هذه المناسبات الكبرى يعني. والصديق العزيز محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي قال ان اتحاد الكرة في بلاده بالفعل بيعتزم التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، وقال ان احنا هنتقدم بالفعل للاتحاد الافريقي عشان نستضيف هذه البطولة. الاتحاد الافريقي الحقيقة هيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن فتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة هذا الحدث الكبير يعني. عايز اقول لكم الحقيقة انه الجزائر تقدمت، يعني الجزائر كمان تقدمت، والجزائر ايضا مهيئة تماما لاستقبال مثل هذا الحدث الكبير يعني. بس انا ارجو انه يحدث يعني يحصل تنسيق يعني. اتمنى انه يحصل تنسيق، لانه دولتين عربيتين شقيقتين غاليتين عزيزتين علينا جميعا يعني. اتمنى ان يكون هناك تنسيق في هذا الامر يعني، وربنا ييسر الحال ان شاء الله والامور تبقى كويسه باذن الله. إذن هذه رسالة شوبير. المغرب مستعد جاهز لتقديم حدث رياضي قاري مميز بإذن الله، وفي نفس الوقت قد تكون يعني كخبر قد تكون كأس أفريقيا التي تلي 2025-2027 في الجزائر إن تم التوافق على هذا الحل، ولكن بلجنة تنفيذية بشروط من أجل استضافة بكل الأمور. المملكة المغربية يعني حسمت هذا السباق، وننتظر فقط أن تكون هناك لجان للزيارة للتفقد في إطار الملفات التي ستترشح. وأعتقد ليست أنها دول كثيرة التي ستقوم بالترشح، ولكن في ظل خارطة المنافسة الموجودة حاليا على تنظيم هذه الكأس المغرب هو الأقوى الأوفر حظا، ولديه حظوة قولوا اللي بغيتوا داخل الاتحاد الأفريقي بالتجارب بالتراكمات التي منحت هذه الثقة للمملكة المغربية. فنتمنى أن نتنافس مع الأشقاء الجزائريين
في أمور فيها رفعة وتقدم للمملكة المغربية وللجزائر، لا تنابز وسباقات محمومة فارغة في المحتوى لا تقدم ولا تؤخر ولا تنعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين. وحتى من يروجون يعني لأحقاد دفينة، الله يهديكم. كما نقول، يومكم جميل، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.